هو ممكن كلمة تقتل؟ الناس ساعات بتستهين بالكلمة، يقولك كلمة يعني هتعمل ايه، تتريق على حد، تعلق تعليق سخيف، تعمل شير لميم يضحك وتقولك في الاخر يا عم ما تكبرش الموضوع. النهاردة هنعرف الحقيقة من منظور علم النفس وعلم النفس العصبي وكمان علم الفراسة، وهنعرف السبب الحقيقي ورا موت شريف نصار. الكلمة ممكن تقتل حرفيا، ممكن كلمة واحدة تحط بني آدم في دوامة ألم نفسي وعصبي وتنتهي الحكاية بأزمة قلبية أو سكتة مفاجأة. النهاردة من خلال قصة شريف نصار هنتكلم بلغة الطب النفسي وعلم الأعصاب، إزاي الجسم بيتعامل مع الإهانة، وليه السخرية مش بس وجع نفسي، دي وجع عضوي كمان، وإزاي الضغط النفسي المستمر بيقدر يهدد قلب الإنسان حرفيا. أول حاجة هنعرفها ازاي المخ بيتعامل مع الإهانة. أول ما الإنسان بيتعرض لإهانة أو تنمر بيحصل حاجة فورية في المخ، جزء في المخ اسمه الإيمجدالة أو اللوزة الدماغية بتشتغل على طول. الإيمجدالة هي اللي بتتعامل مع الخوف والتهديد والإهانة، فلما حد بيستهزأ بيك قدام الناس المخ بيترجم ده كأنه تهديد حقيقي على حياتك، زي كأنك في غابة وحد ماسك عليك سلاح. رد الفعل الغريزي هيشتغل، ضربات قلبك بتكون سريعة والتنفس بيتسارع، العضلات بتتشد. يعني لما الإنسان بيتحط تحت ضغوط رفض وتنمر مخه بيفرز هرمونات توتر قاتلة زي الكورتيزول، وده بيتقال عليه هرمون التوتر. لما المخ بيحس بخطر أو تهديد زي الإهانة والسخرية الغدة الجدرية بتفرز كميات كبيرة من الكورتيزول، مع ان الكورتيزول بيكون مهم في الحالات الطارئة لانه بيجهز الجسم للهروب او المواجهة، بس لو فضل عالي لفترة طويلة زي في حالة التنمر المستمر بيبدأ يعمل مشاكل كبيرة، زي انه بيرفع ضغط الدم او بيضعف عضلة القلب او بيأثر على الذاكرة والمزاج، وممكن كمان يسبب اكتئاب. يعني بمعنى ابسط الكورتيزول لما بيطول في جسم الانسان بيبهدله حرفيا. تاني هرمون ممكن يتفرز عند التوتر وهو هرمون الادرينالين، وده اللي بيسموه هرمون الهروب او القتال، بيتفرز بسرعة مع اي شعور بالخوف او الاهانة او الخطر، والهرمون ده بيزود ضربات القلب بشكل جنوني وبيعمل توتر في العضلات وارتفاع حاد في سكر الدم والضغط. ولو الجسم فضل في حالة إفراز أدرينالين مستمرة بيحصل إجهاد شديد في القلب وسكتة قلبية مفاجئة. الهرمون اللي بعد كده وهو هرمون النور أدرينالين، وده قريب جدا من الأدرينالين ودوره إنه بيحافظ على حالة طوارئ في الجسم. لما التنمر بيبقى مستمر الجسم بيفضل يفرزه بشكل مزمن، والنتيجة ضغط دم مرتفع وتوتر عصبي مستمر وتكسير في أنسجة الجسم طبعا مع الوقت. واللي بعد كده وهو الدوبامين. المفروض ان الدوبامين هو هرمون السعادة والمكافأة، لكن لما الانسان بيتعرض لتنمر متكرر نسبة الدوبامين بتتلخبط جدا، والشخص بيشعر ساعتها بقلة المتعة، انعدام الحافز، وبداية أعراض اكتئاب عميقة. يعني أقدر أقول إن التنمر مش مجرد وجع نفسي، ده هجوم بيولوجي كامل بيدمر الأعصاب وبيهدد القلب، بيخلي الجسم يعيش في حالة حرب داخلية مستمرة، والنتيجة في الحالات الشديدة سكتة قلبية أو فشل عضو مفاجئ. الضغط النفسي مش بس بيوجع القلب، ده حرفيا ممكن يوقفه. الدراسات بتقول إن الضغط الشديد ممكن يسبب نوبات قلبية، هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وانهيار عصبي وجسدي كامل. وفي حاجة اسمها broken heart syndrome أو متلازمة القلب المكسور، ودي بتحصل من الزعل الشديد والتوتر الشديد. ولما هرمون الكورتيزول بيفرز في الجسم بطريقة جامدة جدا والأدرينالين كمان بيحصل توتر جامد. وفي حاجة في علم النفس اسمها fight or flight، يعني جسمك بيتحضر انه يقاتل او يهرب. المشكلة الكبيرة مش في كلمة وخلاص، المشكلة ان التنمر على شريف نصار كان مستمر، كل فيديو كان بينزله كان بيلاقي موجة سخرية، كل يوم تعليقات تريقة، كل شير فيه استهزاء. الجسم بقى عايش في حالة طوارئ مستمرة، وده في علم النفس اسمه chronic stress، يعني توتر وإجهاد مزمن. التوتر المزمن بيأثر على الجسم ازاي؟ بيهلك القلب، ضرباته بتفضل سريعة لفترات طويلة، بيرفع ضغط الدم بطريقة خطيرة جدا، بيضعف جهازك المناعي، بيقلل كفاءة كل أجهزة الجسم. الدماغ كمان بتتأثر، كفاءة التفكير بتقل، التركيز بيضعف، الإحساس بالقيمة الذاتية بينهار. الإهانة المتكررة بتخلق جرح نفسي. علم النفس بيأكد ان الإهانة المتكررة مش مجرد لحظة وهتعدي، تخلق جرح نفسي اسمه تروما او
صدمة نفسية. شريف نصار اتحط في موقف صدمة نفسية مستمرة، كل مرة كان بيقرأ تعليق ساخر بيتجدد الجرح تاني، كل تريقة قدام الناس كانت بتأكد له انه مرفوض من المجتمع. وفي علم النفس في مصطلح اسمه سوشيال بين او الألم الاجتماعي. المخ بيسجل الألم الاجتماعي بنفس الطريقة اللي بيسجل بيها الألم النفسي، يعني لما تتعرض لسخرية أو تنمر المخ بيسجله زي ألم جسدي بالظبط، كأنك مضروب أو مطعون. ليه الجسد بيستسلم؟ مع تراكمات الصدمات النفسية الجسم بيبدأ ينهار، والأطباء بيسموها broken heart syndrome أو متلازمة القلب المنكسر. دي مش مبالغة، في دراسات طبية حقيقية أثبتت إن الانهيار العاطفي الشديد ممكن يسبب فشل في عضلة القلب أو جلطة مفاجئة أو سكتة قلبية بدون أسباب عضوية. شريف نصار من كتر الضغوط النفسية المتراكمة عليه جسمه ما قدرش يتحمل، وقلبه خلاص قاله مش قادر يكمل. ليه الناس ما بتحسش بالوجع ده؟ كتير من الناس مش مدركة ان التنمر جريمة، بيعتقدوا انهم بيهزروا او بيعلقوا مش اكتر، بس في علم النفس بيأكد ان الكلمة الجارحة بتضرب في الشخص زي الخنجر. الاهانة قدام الناس بتقتل الكرامة، والتكرار بيحول الاذى النفسي لمرض عضوي. ابسط كلمة ممكن تقضي على انسان كان بيحاول يتمسك بالحياة. شريف نصار ما ماتش من مرض عضوي، مات من قسوة اللسان، من قسوة القلب. وعلم النفس بيقول لنا كل كلمة بنقولها أو بنكتبها ليها أثر وليها طاقة، ليها جرح أو شفاء. ولازم تعرف وتتأكد إن مفيش كلمة بريئة ومفيش هزار بريء. الكلمة ممكن تحيي وممكن كمان تموت. قبل ما تكتب كومنت فكر كويس قوي، الكومنت اللي أنا بكتبه ده هيفرح ولا هيجرح، هيشجع ولا هيكسر؟ لو الكلمة مش هتبني الشخص اللي قدامك بلاش تهدم بيها بني آدم تاني. ارحموا بعض، لأن الكلمة مسؤولية، الكلمة حياة. تعالوا نشوف من خلال علم الفراسة شريف نصار خد الكلام على محمل الجد قوي، رغم ان في ناس كتير ممكن يتم التنمر عليها وعادي جدا ما تتأثرش. اول حاجة، لو اخدنا خط يخترق الحاجب وخط طولي من اول الحاجب لحد الدقن، هنلاحظ ان شريف بيصنف من الوجوه الطويلة، يعني هو شخص بيحاول يكون عنده ثقة في نفسه، وكمان هو محتاج فرصة انه ينفذ اللي هو بيتعلمه ويديه للعالم. هو شخصية خوافة جدا، وكمان حساس، بيخاف يقدم على الحاجات الجديدة او بيحب بمعنى اصح الحاجات المتجربة، بيحاول يعتمد على نفسه. ومن الحاجات المهمة جدا انه بيحاول يظهر المثالية قدام الناس، يعني عايز شكله طول الوقت يكون كويس قدام الناس، والناس تقول عليه انه شخصية مثالية حتى لو جه على حساب نفسه، لانه مش قوي الشخصية وكمان شخص انطوائي. وهنلاحظ ان شريف عنده الشعر ناعم، وده بيدل على المشاعر المرهفة والحساسية الزايدة، وبيتأثر بالمواقف والمؤثرات الخارجية بشكل كبير جدا. بيكره الضغوط وظروف الحياة القاسية، وما بيعرفش يعيش في ضغوط، بيتأذى وممكن ينجرح بسهولة جدا، وخاصة من النقد والمعاملات الفظة والغليظة. يعني نقدر نقول ان مشاعره ممكن تتأذى بسهولة لأنه حساس. رد فعله ممكن يكون مبالغ فيه، والأشخاص دي ممكن يصابوا بالتوتر العصبي من النقد أو التنمر. ولو لاحظنا كمان هنلاقي إن فتلة شعره رفيعة جدا، وده طبعا بيزود الصفات عنده اللي احنا قلناها وبيأكدها جدا، وبيدل على إنه شخص يتسم بالحساسية والعاطفية، سهل إن مشاعره تنجرح، ولطيف في التعامل مع الآخرين. يعني كده الصفة اتأكدت تاني. وكمان بين الحاجب عنده المسافة صغيرة جدا، واللي بيزود الحساسية عنده واهتمامه بكلام الناس وخوفه من الوحدة. يعني كده الملامح اللي احنا قلناها دي بتأكد على انه شخصية حساسة جدا. شريف نصار في اكتر من ملمح في وشه بيقول انه كان عايش حياة قاسية جدا وحزينة، ما كانش فرحان خالص في حياته. وطبعا الحاجات دي احنا بنقولها في الكورسات.